زميلة بنتي في الدرس طلبت مني طلب غريب ما كنتش أتوقعه. كنا كلنا كده طالعين مع بعض المصيف، وأول ما وصلنا الشقة هناك لقيتها جاية تقول لي يا طنط أنا طالبة منك طلب. قلت لها يا حبيبة قلبي اتفضلي. قالت لي عايزاكي كده تتصلي على ماما وتقولي لها ان انا اقعد معاكم هنا في الشقة، لاني بصراحة عايزة اقعد كده مع صاحبتي واتمتع كده بالايام اللي احنا فيها كده مع بعض. فبصراحة كده اتصدمت وقعدت افكر كده شوية مع نفسي، ومبقتش عارفة ارد واقول لها ايه. طيب اقول لها ايه؟ اقول لها ما ينفعش، انا كده جوزي مش هياخد حريته كده في الشقة. يعني هنبقى كده قاعدين محاسبين كده في كلامنا، يعني بنبقى أسرة كده مع بعضينا وما فيش في وسطنا حد غريب، بنقول أي حاجة احنا عايزينها. غير لما بيكون معاكي أي حد كده غريب معاكي في الشقة، بتبقي متحفظة على كلامك، بتبقي متحفظة على طريقتك في لبسك في كل حاجة. يعني لما بيكون مثلا أنا طالعة أنا وجوزي وأولادي كده في الشقة، بنبقى براحتنا في كل حاجة، في كلمة بنقولها، في هزار بنهزره، في لبس أنا قاعدة بيه، في كل حاجة. غير لما يكون معايا زميلة بنتي، يعني زميلة بنتي تبقى عايشة معانا في الشقة. فأنا بصراحة بقيت مترددة ومبقتش عارفة أفكر ولا أعمل إيه بصراحة. فلقيت نفسي قلت لها طيب ماشي حاضر، شوف انتي بس روحي عند ماما لا تكون عايزة منك طلب ولا أي حاجة، وأغير بس كده وشوف احنا هنعمل إيه، وبعد كده إيه هكلم مامتك. وقلت أشاور كده جوزي وأتكلم معاه. لسه بفتح الموضوع كده مع جوزي لقيته طلع فيا وقعد يزعق ويقول لي هو انت ما تعرفيش تتصرفي؟ وترد عليها وتقولي لها ما ينفعش يا حبيبه قلبي، السراير هنا كده على قدنا، طب ما انتوا عندكم شقه. قلت له مش المشكله ان الشقه عندهم ضيقه، هي بتقول انا عايزه اقعد مع بنتك، يعني عايزه تقعد معاها تقضي معاها كام يوم، تبقى موجوده معانا، تبقى نايمه كده معاها، تسهر معاها، على اساس ان هي ايه طالع معانا المصيف وكده. فقام جاي لي وانتي بقى موافقه على كده؟ قلت له لا انا مش موافقه، انا بحكي لك اللي حصل، بس انا مش عارفه اقول لها ايه ومش عارفه اعمل ايه. قعد يقول لي بصي انتي بقى كلمي بنتك في الموضوع ده وشوفي هي هتتصرف معاها ازاي. قلت له طيب ماشي. هما جيت كلمت بنتي قالت لي طيب بص اقول لك على حاجه يا ماما، ريحي من ده، يعني شيلي بقى من ده كله وانا اللي راح اقعد معاها هناك. قلت لها يا سلام، ولا اما هي تيجي تقعد عندنا لا اما انت تروحي تقعدي عندها، انت ما ملهاش اخوات صبيان. قلت لها لا طبعا ما ينفعش، بس باباها ده انسان بالنسبه لك غريب، احنا مش متعودين على كده يا بنتي، انت عمرك شفتينا كده رحنا بيتنا عند حد الا اذا بيبقوا مثلا قرايبنا، لكن ما ينفعش تروحي تباتي كده عند حد غريب مهما كان باباها غريب. وبعدين هي ازاي تقبل ان هي تيجي تقعد عندي وهي عارفه ان ليكي اخ ولد؟ قالت لي يا ماما عادي، يعني هو اخويا هيعمل لها حاجه؟ ما اخويا هيبقى نايم في حته وهي هتبقى معايا في نفس الاوضه. قلت لها لا، ولا هينفع كده ولا ينفع كده، شوف انت بقى هتتصرفي معايا ازاي. بنتي بصراحة خدت على خاطرها كده مننا وزعلت، وبقت محتارة برضو ازاي دي تجيبها كده لصاحبتها وتجيبها لها من انهي ناحية. فقلت لها بصي احنا بقى لسه واصلين كده الشقة، ويا دوبك كده لسه بنقول يا هادي وما صدقنا ان احنا وصلنا مطروح وجمال مطروح وحلاوتها. واهم حاجة عندي ان الواحد كده يستمتع بالكام يوم اللي احنا جايينهم دول، مش ناقصين بقى عكننة، ولا انت اللي تعكنيني علينا ولا احنا نعكنن عليك. هتبقي ماشية مبوزة هتلاقي بابا طول الطريق بيعكنن عليكي، والمصيف هيقضي كله في عكننة. ما نقبش يا بنتي جايين نغير جو وانتي تعكنين علينا. المهم البت ما اقتنعتش، وفضلت صاحبتها برضو كل شويه تتصل عليها وتقول لها هي مامتك ما كلمتش مامتي؟ تقول لها اصل ماما ملبوخه في الشقه، اصل ماما عماله بتفرش الشقه، بتحط الاكل، بتوضب مش عارفه ايه. والبت عدى اول يوم ولقيناها بتتصل بيها تاني يوم برضو وتقول لها ده عدى يوم من المصيف مش هنقضي مع بعض، بقيه المصيف ما عادش غير 3 ايام. لقيت بنتي بقى قالت لها بصي بصراحة كده بابا مش هياخد راحته لما تكوني انتي موجودة معانا، او احنا نبقى، او انا كمان مش هاخد راحتي وانا كده موجودة ايه معاك. قالت لها اه قولي لي بقى ان مامتك رافضة الموضوع ده. على العموم انا ما كنتش هاجي اعيش عندكم ان انا اكل واشرب ولا كده، ولكن كنت هاجي مثلا فترة بالليل دي اروح اجابات معاكي، واقوم الصبح ننزل مع بعض كده الشط، وكده كده بنخرج كلنا مع بعض، وكنت هاجي دايما معاكي ايه من فترة بالليل بس. على العموم يا ستي كتر الف خيرك. والبت اتقمصت واتلوت، حتى بقت بنتي كل ما ننزل كده نخرج في اي مكان دي لوحدها ودي لوحدها، وبنتي طول الوقت معكننة على نفسها ومعكننة علينا.
فما بقتش عارفة اعمل ايه. انا عايزة اراضيهم الاتنين بحيث قبل ما المصيف كده يخلص الاتنين يكونوا حلوين مع بعض عشان يلحقوا يقضوا وقت لطيف. قولوا لي بقى كده في الكومنتات اصالحهم ازاي، ويعني الم الموضوع ازاي، لان انا بجد انا صعبانة عليا بنتي. انتوا عارفين مخ البنات يا جماعة، وطبعا الكبير غير الصغير بيبقوش فاهمين مصلحتهم فين ولا فاهمين اي حاجة. هم كل اللي يهمهم ان هم اكتر من الاخوات وعايزين يقعدوا مع بعض، ودي دماغتهم كده. فقولي لي كده واقترحوا علينا كده في الكومنتات احل الموقف ده ازاي، لاني بصراحة حاولت ان انا اجيبها كده مش عارفة اعمل ايه. بس قولوا لي بقى ايه رأيكم في الشقة بتاعة المصيف. احنا الحمد لله اخيرا وصلنا. عايزة اقول لكم بجد احلى الاماكن اللي انا بصيف فيها هي مطروح. حلاوة الشطوط بتاعتها وميتها ورملتها. ما تنسوش تكتبوا لي بقى في التعليقات اعمل